ولا عدوان. نحمدك اللهم ونشكرك ونستعينك ونستهديك ونشهدك يا رب ونشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك أرسلته بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ رسالة ربه أعظم ما يكون التبليغ، وأدى الأمانة الإلهية على أكمل وجه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فيا معشر المسلمين، ومجتمعنا يمر في هذه المرحلة من مراحل التحول التاريخي، ينبغي ألا ينسى ما أسس عليه أطهر من مشى على الأرض وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، المجتمع الأول والأمة الإسلامية والدولة الإسلامية الجديدة التي أقامها على تلك الأسس. كان أول هذه الأسس أن بنى المسجد في المدينة المنورة ليكون أنسب الصلة بين الخلق وخالقه، توثيقا للصلة بالله أولا. فإذا أردنا أن نقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم ونحن نبني مجتمعا جديدا ونقيم دولة جديدة على الحق وعلى العدل وعلى النور والهدى، فعلينا أن نقتدي بسيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بأول أساس بنى عليه من هنا، من المسجد أسس وثق صلة الخلق بالخالق. فعلينا أن نوثق صلتنا بالله قيوم السماوات والأرض إنابة إلى الله ورجوعا إلى الله وعودة إلى الله وانخلاعا عن المعاصي والذنوب والتجاء لعذاب الغيوب سبحانه وتعالى. فنحن حين نوثق صلتنا بالله ونتوب إلى الله يكشف عنا البلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن، إذ أن البلاء لا ينزل إلا بالمعصية، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يكشف إلا بالتوبة. فإذا أردنا أن نضع الأساس الأول لبناء الدولة الجديدة والمجتمع الجديد، فعلينا أن نتوب إلى الله من ذنوبنا وأن نطهر كل واحد منا نفسه من المعاصي وأن يبرأ من هذه الذنوب ويتوب إلى ربه وليكن على يقين بأن ربه يحبه حين يقبل عليه، لأنه يحب التوابين ويحب المتطهرين. وكما قال سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى ترفع الشمس من المغرب. ونحن حين نتوب إلى ربنا، حين نطهر مجتمعنا أولا من الرذائل قبل أن نتحدث فقط
الإنسان قبل أن يتحلى بزيه لابد أن ينظف جسده، وقبل أن يتحلى بالفضيلة عليه أن يتخلى عن الرذيلة. فندعو مجتمعنا وندعو إخواننا وندعو أنفسنا وندعو المسؤولين على كل الأصعدة أن يتركوا ما كانوا عليه من الفساد والذنوب والمعاصي والعيوب، وأن يطهروا القلوب، وأن يرجعوا إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى. ونحن على يقين بأن كل مخلوقات الله تضج من معصية ابن آدم على ظهر الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم ينشق فجر إلا وتنادي السماء تقول يا رب اذن لي أن أستحقق كسبا على ابن آدم وقد فعل خيرا ومن عسى، وتقول الأرض يا رب اذن لي أن أتبع ابن آدم فقد فعل خيرك ومن عسى، وتقول الجبال يا رب اذن لي أن أطلق على ابن آدم فقد فعل خيرك ومن عسى، وتقول البحار يا رب اذن لي أن أطلق ابن آدم فقد فعل خيرا ومنع شكرا، فيقول رب العزة لمخلوقاته الدائرة: دعوهم لو خلقتموهم لرحمتموهم، دعوهم لو خلقتموهم لرحمتموهم، إنهم عباد فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا حبيبهم. هذا الأساس الأول الذي نقيم عليه بناء دولتنا الجديدة وبناء مجتمعنا الجديد، مقتدين في ذلك برسولنا صلى الله عليه وسلم حين أرسل المبدأ والأساس الأول بناء الدولة. ثم كان الأساس الثاني الآخر بين المهاجرين والأنصار، وأصبحوا بهذه الآراء إخوة لدرجة أنهم كانوا يتوارثون منه، إلى أن نزل قول الحق وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. فهل نستطيع أن نصل إلى نصف ما وصلوا إليه من هذه المؤامرات التي نتحاد ونتوالى ونتعاطف ونتآلف ونتعاطف؟ أم لا يظل الناس كل يتجهب للآخر، وكل يفيد إلى الآخر، وكل يريد أن يصعد على أنقاض الآخر؟ إذا أردنا أن نقيم المجتمع الذي أقامه أفضل من مشى على الأرض صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نتواصى بروح الإيمان، وأن نكون إخوة أحبة متعال أصفياء أنقياء، نطهر أنفسنا من الرذائل ونتحلى بعد. لا بد أن نخلص للمسؤولين فينا، ولا بد أن يخلص المسؤولون أيضا للرعية. نتبادل الإخلاص والتعاون كما قال سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. صدقت يا سيدي يا رسول الله، إننا في هذه المرحلة مع هذا الأساس الثاني لبناء الدولة كما علمنا إياه حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، بإقامة هذه المؤاخاة وهذا التعاون بيننا بين المسؤولين وبين المسؤولين على كل الأصعدة وبيننا أيضا. فسيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أعطى النموذج الأمثل للمسؤولية حين كان يرى ماذا فعل، وحين كان يقيم العدل بين الناس، ونحن في أمس الحاجة إلى الاستداء به. لقد كان يدخل بيت يجد التمر
التمرة ساقطة فلا يتناول ويقول أخشى أن تكون من مال فقط. إن كنت جلبت له رحما فهذا باقي، إن كنت أخذت من مبادر فهذا مال. ولذلك جاء من بعده أبو بكر الصديق ليكون أول شخص في ميثاقه بينه وبين الأمة: أطيعوني أطيع الله فإذا عصيته فلا طاعة. ويأتي من بعده الفاروق عمر ليقيم الحق وليعطي الحرية الكلمة مساحتها العظيمة، حتى إنه لما وقف المسلمين اسمعوا وأطيعوا وقف له واحد في مؤخرة المسجد يقول له: لا سمع ولا طاعة يا أمير المؤمنين. يقول له: لماذا؟ قال: لأنك وسعت علينا الأكفية والأسواق وأعطيت كل واحد منا ثوبا واحدا واستأثرت أنت وحدك باثنين. فوقع يحدث في جذبات المسجد فيقع نظره على الذي عبد الله فقال: أجبه يا عبد الله. فقال: إن أبيك ما ترون طويل لا يكفيه. أعطيته ثوبي فوصله بثوبي. فقال الأعرابي: الآن كن نسمع يا أمير المؤمنين. أقام عمر العدالة التي تجد أقامها لدرجة أن صاحب الإسلام لما جاء يتعرف على قبر الخلاف ووصفوه له عجب وقال: أين قبر الخلاف؟ أين عمر؟ قال: هذا هو المكان الذي يريد في الخلاف. قال: أين الخليفة؟ قال: هو هذا الذي ينام أمام البيت متوسدا ذراعه. وقال كلمة المذكورة: حكم فعدل فأمن فدل. وراء صاحب الإسلام أن رأى عمر بين الرعية حكما وهو راعيها وعهده بملوك الفرس أن له سورا من الفرس والأحراس يحميها. رآه مستلقيا في نومه فرأى فيه المهابة في أسمى معانيها فقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها. أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قريب العين هنيئا. هكذا أقام رسول أصحاب الدولة الإسلامية على الحق وعلى العدل وعلى الأمان. سعد الناس وأمن الناس وتحاب الناس وأصبحوا أحبة متعاون صاروا المال العام. حتى إن رسولنا صلى الله عليه وسلم كما قلت لفظ التمرة وجاء من بعده أبو بكر ليضع أصبعه في حق ليستقيء ما أكل ما فيه شبه. وجاء من بعده عمر ليصون المال العام. حتى إن زوجته لما طلبت منه الحلوى قال: كيف وفي المسلمين من يحتاج إلى الصوت الضروري؟ فادخرت من مصروف بيتها وجاءت بدراهم قليلة فقال لها: من أين جئت بهذا المال؟ وكان بهذا أول من سن قانون: من أين لك هذا؟ قالت: ليس من بيت المال، ادخرته من مصروف بيتنا الخاص. قال: ولو من مصروف بيتنا الخاص فما زال قد زاد عن حاجتنا ففي المسلمين بطون جائعة. قومي ورد المال لبيت المال المسلمين. يوم اشتهت فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ فأقبلت بعد 5 وهي حاملة بقيهمات لتقضي منك الشهيرة. فقال: لم تأتي مني غافلا فدعي تلك الدراهم إلا حتى لي فيها ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى. فقومي لبيت المال فيها. كان الأساس الأول توثيق الصلة بالله فبدأ. وكان الثاني أخاه بين المهاجرين والأنصار نقتدي به في هذه المؤاخاة، في هذه المحبة، في إقامة العدل، في إقامة الأمن، في حرية الكلمة،
بالحفاظ على المال العام. وكان الأساس الثاني العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين، فأبرم أول وثيقة عرفتها البشرية لحقوق الإنسان وهي صحيفة المدينة، شرط لغير المسلمين وشرط عليهم، ونزل قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وكانت هذه الوثيقة في حقوق الإنسان أول وثيقة عرفتها البشرية لحقوق. وقال أن أو انتقص أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس أو كلفه ما لا طاقة له به فأنا حجيجه يوم القيامة. صان الحرمات وأقام الأساس الأول توثيقا للصلة بالله، وأقام الأساس الثاني وهو المؤاخاة والمحبة بين الناس، والأساس الثالث العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، نحن في أمس الحال في هذه المرحلة التي نقيم فيها أمتنا أن نتواصل، أن نسير على الذات، أن نتحاب، أن نتوالى، أن نترك التشخص والتفرق، أن يترك بعضنا معاداة أخيه أو الكراهية، وأن يحب الإنسان وأخاه. فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحد فليأخيه. هكذا علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نتحاب وأن نتوالى وأن نتعاطف وأن نتآلف، وبدون ذلك لا يمكن أن تقوم الأمة القائمة. إنها الصلح التي أقام عليها أطهر من البشر على الأرض خير أمة. فما أحوجنا إلى أن نتعارف ونتنافس مثلا في تراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى بوعظ تداعى له سائر الأعضاء بالسهر. واعلموا أن حبكم لبعضكم يقربكم من ربكم وتكسبون به حب الله لكم. فالذين يتحابون في الله يحبهم الله. وأنبأنا رسولنا صلى الله عليه وسلم خبر هذا الذي ذهب زوج وصدقه في قرية، فأرسل الله على مدرسة على الطريق ملكا يسأله فيقول له: لأسور أصدق هل لك عليه من نعمة ترفها؟ يعني هناك مصلحة بينك وبينه؟ قال: لا، غير أني أحببتهم بالله. قال: فأمر رسول الله إليك لأخبرك وأبشرك بأن الله أحبك كما أحببته. انظروا، يكسب محبة ربك لحبه لأخيه. مسألة لا تكلفنا مشقة أبدا أن نتحاب، ألا نحمل ظلما ولا حقدا ولا كراهية ولا حسدا من إخواننا، أن نكون أحبة ونعان، أن نكون إخوة أوفياء، أن نتواصل بالحق وأن نتواصل بالصبر. فاللهم ارزقنا حبك وحب من تحبك، واجعل حبك أحب الأشياء إليك. اللهم لا تخيبنا ونحن ندعوك، ولا تعجزنا ونحن نرجوك، وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم لا تشرك بنا عدوا ولا تشرك بنا صديقا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وتوفنا وأنت راض عنا واختم بالصالحات. اللهم احفظ عوراتنا وأمن روعاتنا وبلغنا مما يرضيك منانا، واشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اغفر الراعي والراعي، اللهم واحد بين الأمة الإسلامية. اللهم ارفع ضغطك وغضبك عنا، اللهم ارفع ضغطك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا تغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
اذكر الله. لا إله إلا الله.